وقال محمد بودريقة رئيس الرجاء الرياضي بأنه تم الاتفاق مع السلطات المحلية بمدينة الجديدة وأيضا مع المكتب المسير وعلى رأسه عبد اللطيف المقتريد بأن يستقبل الرجاء الرياضي مبارياته بملعب العبدي بالجديدة وبحضور الجمهور الرجاوي بعد أن كان ملعب الأب جيبو قريبا من ذلك. وقال محمد بودريقة في تصريحات إعلامية بأن الفريق سيستقبل مبارياته بملعب العبدي بالجديدة، مؤكدا بأنه اتفق على كل التفاصيل الخاصة بهذا الاستقبال، منها احترام المدينة وعدم القيام بأي حالات شغب أثناء المباريات. وقالت مصادر رجاوية أن السلطات المحلية لمدينة الجديدة قد اشترطت على مكتب الرجاء الرياضي عدم حدوث أي أعمال الشغب من طرف جماهيره، مقابل السماح للفريق استقبال مبارياته الرسمية بالملعب العبدي بالجديدة. وكانت سلطات الجديدة المحلية قد وافقت على الطلب الذي تقدم به مكتب الرجاء من أجل استضافة مبارياته الخاصة بالبطولة الاحترافية بالملعب المذكور بعدما تم إغلاق مركب محمد الخامس للإصلاح.